السلام عليكم. دائما مع وصفات لمياء. اليوم حنقدم لكم الرز بلا صوص بالكالامار. راني عاودته درتو بالطماطم ولا طوماطيش صنع منزلي، خدمتها في الدار وتجي ما شاء الله وتجي البنه رائعه. شوفوا كيفاش لاصوص ديالنا جات عاقده وتجي حمراء وتجي واحد البنه رائعه. نعاودو نقولوا كما كنا زمان جداتنا وامهاتنا كانوا يطيبوا بالطوماطيش اللي يخدموها في الدار وتجي بنينه وتجي حمراء وتجي الله يبارك. شوفوا القوام ديال تاع الرز ديالنا كيفاش جا لاصوص، شوفوا لاصوص كيفاش جات حميمه الله الله وجات ما شاء الله. يلا نبداو على بركه الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. درت انايا 6 مغارف زيت ودرت حبه بصل كبيره، مش كبيره بزاف يعني متوسطه، ودرت زوج سنينات تاع الثوم. خليهم يتقلاو مع الكالامار على حسب واش كان عندكم. درت انا الرز هنايا حنطيبوه في الماء. درت كيلا رز هذاك المفور يجي ما شاء الله ويطيب روعه. درت 2 كيلات تاع الماء وزدت شويه قيس ما يغلي، هذيك هي، ويجي ما شاء الله ويجي البنه ديالو روعه. شوفوا الكميه اللي زدتها، واحد الفنجان هكاك تاع قهوه وحليب، ونخليه حتى يغلي ونشلل هذاك الرز ديالنا. درت الزيت، درت واحد 2 مغارفات، درت الملح ودرت الورقه تاع الرند. دوك نعاودو نولو بعد ما تقللنا هذاك الكالامار تاعنا وذابلنا البصل. درت انا طوماطيش تاع اللي خدمتها في الدار، درت واحد 2 مغارف كبار حتى 2 ونص. دوكا هنا شللت الرز ديالي، عاود حطيته يغلي هنايا مع التحريك. ويعني هذيك لاصوص تاعنا اللي عفوا الطنجره تاعنا خلوها تقلى على نار ضعيفه. بعد ما تقلات هكا كما كنتوا تشوفوا ندير لها شويه تاع الماء، يكون دائما كما قلت لكم نمرقوا بالماء سخون باش تجينا الماكله بنينه وتجينا ما شاء الله. دوكا نديروا التوابل. درت فلفل عكري، درت قسط مغرفه تاع الديسير، درت شويه ملح، فلفل اكحل، راس الحانوت، كركم، شويه كمون، كامل درتهم نص مغرفه تاع قهوه كحله. غير الكمون درت على راس المغرفه، زدت نقصت شويه عليهم. غنخليها هكا تكتك شويه. كيما الملح على حساب كيما حبيتو نتوما واش حبيتو، لا شويه يعني ملح، كاين اللي يحبها متوسطه وكاين اللي يحبها ناقصه. درت الراندو زعتره ودرت فلفل قناوه، درت انا غير شويه، واللي عنده الدرسه يدير الدرسه. دوكا نمرقها هكذايا كامل كيما شفتوا ونخليها حتى تغلي. ومن بعد ندير لها حبه زروديه، درت انا 2 حبات زروديه قطعتهم، وحبه طويله خليتها هكاك باش نميكسيها. ودرت طوماطيش درتهم حبات هكذا، درت واحد 3 حبات طايبين، درت واحد الكميشه تاع الجلبانه ونخليها طيب. نغلقها ونخليها واحد 20 دقيقه ونفتحها، نعاود نولي ليها. هنا الروز كما قلت لكم نعاود مع التحريك هكا ونغطيه باش يطيب لنا مليح. هنايا ندير لها الماكارين واحد المغرفه ونخليها ونغطيها باش تزيد تكمل طيابه. هنا تما طفيت الفرن. دوك نحي الزروديه هذيك والطوماطيش نميكسيها. دوك هنا ميكسيتها، عاودت رديت الزروديه هذيك اللي ميكسيتها مع الطوماطيش ونخلطها. شوفوا بعد ما طابت ومازالت تكتك شويه. من بعد هنايا ما نغلقهاش كيف تحت الكوكوطه، ما نغلقهاش، نخليها واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق ونطفيها. شوفوا جات ما شاء الله. شوفوا لاصوص تاعنا كيفاش جات خضره. هذيك الزروديه هي اللي تخثر لنا المرقه كي ميكسوها وتجي واحد البنه روعه روعه. دوك نحطوه في صحن التقديم. انا حطيته هنا في الصحن ودرت شغل حفره هكا، تحبوها بالكاس تحبوه بالطويصه كيما حبيتو، ونحط لاصوص في الوسط. شوفوا القوام ديالنا كيفاش جاو ما شاء الله وجا الله يبارك. نعاودو كيما كنا زمان جداتنا كما قلت لكم يطيبوا غير بالطماطيش اللي يخدموها في الدار. هاي جاو الصيف وديروا وحطوها في الكونجيلاتور. دوكا ندير المرقه وتجي واحد البنه روعه روعه. يعني لاصوص هذه تجي ما قارصه وتجي فيها واحد الكو ما شاء الله. يعني انا راني نطيب دائما، راني عاودت لكم هذا الفيديو باش نوريكم باللي راني نطيب بالطوماطيش اللي خدمتها في الدار. يعني ماشي استغنيت كامل بالطوماطيش المعلبه، يعني واحد ينقص شويه كي راهو جاي الصيف ووقتها نستعمل الطوماطيش اللي نخدمها في الدار. تجي ما شاء الله وتجي البنه رائعه، والرز يجي مفركت. يعني كما قلت لكم شتو تجي طايب على محبه هكا. كي يكون يطيب كي تطفوه غطوه باش يكمل اطيابه، وتجي ما شاء الله واحد البنه روعه روعه. شوفوا كيفاش جا يعني تجي ما شاء الله.
يعني كما قلت لكم انا الطوماطيش هذه اللي راني نخدم فيها راني نطيب فيها كامل الطياب ديالي. تابعوني اولاد بلادي وبنات بلادي، مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، وبارطاجوها لحباباتكم.